السلام عليكم كل متابعين القناه، ازاي يا رب تكونوا بخير. انا عادل ولي ودي قناه شوارع ومعالم اسكندريه. ايه موضوع حلقتنا النهارده؟ موضوع حلقتنا النهارده محتاج شويه تركيز. موضوع حلقتنا هو هذا الرجل اللي بيجيب ميه من البحر بالجرد الابيض، بيضعها في البرميل الاخضر. بيجيبها ليه؟ بيعمل بقى ايه؟ بيديها لمين؟ واللي بياخدوها منه بيعملوا بقى ايه؟ هل بيعملوا بيها حاجات كويسه ولا بيضحكوا بيها على المواطنين والناس الغلابه؟ ده هيكون موضوعنا النهارده. ولكن في البدايه لو لسه ما اشتركتش في القناه اشترك فيها، فعل زر الجرس عشان كل جديد على اسكندريه يوصلك. لهم ما تنسوش ادعمونا بالاعجاب من اسفل الفيديو. بص يا سيدي، بص يا ستي، هذا الرجل اللي امامكم بيجيب ميه من البحر من الميناء الشرقي بالجردل الابيض، بيحطها في البرميل الاخضر، وبيجيب تروسيكل او توك توك او اي مواصله ويروح يبيعها لمين؟ بيبيعها للسماكين في سوق الميدان. ايه هو سوق الميدان ده؟ من اكبر اسواق السمك والفاكهه والخضار وكل شيء في اسكندريه. بيكون بدايته من شارع النصر في المنشيه ونهايته في شارع سفر باشا او شارع القهوتين. المكان اللي امامكم ده حلقه السمك الرئيسيه الاساسيه الوحيده في اسكندريه، حلقه سمك تاريخيه. احنا حاليا داخل حلقه السمك في منطقه السيله او منطقه الانفوشي. تاريخ انشائها او تاريخ انشاء هذا المبنى 1834، مبنى اثري تاريخي. ايه اللي بيحصل في الحلقه اللي امامكم؟ بيحصل مزايده على الاسماك الطازجه، الاسماك الطازجه الاتيه من البحر. الصيادين بيسرحوا الصبح وبيسرحوا بالليل ويرجعوا بعد السرحه اللي ربنا بيكرمهم بيدخلوا بيه الحلقه ويبيعوه للتجار والسماكين والبياعين. ايه المشكله؟ المشكله هي اللي امامكم، اللي اصبح الكراتين اللي امامكم دي فيها ايه؟ فيها كارثه. كارثه ليه؟ ده سمك مجمد، انواع كتيره جدا من السمك المجمد. طبعا كلنا عارفين الاسواق مليانه بالسمك المجمد اللي امامكم ده، ولكن الكارثه حاليا اللي السمك المجمد بيتباع عيانا بيانا جهارا امام حلقه السمك الرئيسيه في اسكندريه. ده شايفين الجمبري اللي امامكم ده جمبري مجمد مسلك، مليء بيه الاسواق اللي موجوده حاليا في اسكندريه. بيتم بيعه على اساس اللي هو جمبري بلدي. ازاي بقى؟ الراجل اللي كان بيجيب ميه من البحر في السياله ويحطها في البرميل، بيملى البراميل ويبيعها للسماكين في سوق الميدان ومعظم اسواق اسكندريه. السماكين بيرشوا بقى طبعا الميه في الميناء الشرقي. الميناء الشرقي من اكتر الاماكن في اسكندريه في البحر اللي فيها ملوحه ورواسب ومخلفات. فميه البحر في الميناء الشرقي زفره جدا 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 جدا. فالاخ اللي بيجيب الميه من البحر ويحطها في البراميل بيبيعها للسماكين وبيبيعها لناس تانيين. خلينا اقول في السماكين، السماك طبعا بيفك الجمبري وبيفك الصبيط والسافوريا والكاليماري والمازاليا، بيفك كل السمك. طبعا كل السمك اللي امامكم ده دراج، ده كله بلدي. ولكن السماك بقى بيفك السمك اللي في الكراتين اللي امامكم ويرش عليه الميه اللي اخدها من الاخ ده من البحر. وريحه الميه الزفره وريحه الميه اللي كلها ملوحه بتختلط بالسمك المجمد. فالناس الغلابه اللي ما عندهمش فكره، اللي ما عندهمش خبره، اللي هم نازلين يشتروا السمك عشان ياكلوه رغم ان هو غالي عليهم هذه الايام، ولكن السماكين الا ما رحم ربي، طبعا قلنا مش كل السماكين الا ما رحم ربي، اللي بيفكوا السمك بيضحكوا على الناس اللي ما عندهاش خبره ويبيعوا له الجمبري المجمد على اساس ان هو جمبري بلدي، وبيبيع له الصبيط المجمد على اساس ان هو بلدي، وبيبيع له السافوريا على اساس ان هي بلدي، وبيبيع له المازالي على اساس ان هو بلدي. طبعا في سمك مجمد معروف اللي هو بيجي من الدول بتاعته، معروف زي الشخوره زي البلاميطه، زي سمك كتير قوي بيجي معروف اللي هو مجمد. ولكن الكارثه كلها اللي هم بيضحكوا على الناس ويقولوا لهم ان الجمبري دوت بلدي والاسماك دي بلدي. لو حضرتك او حضرتك اول مره بتتابعينا وعاوز تعرف احنا فين، احنا كده في منطقه الانفوشي بالظبط، في منطقه السياله. امامنا
حلقة السمك القديمة الأثرية، خلفها الحلقة الجديدة، على شمال الصورة حي الجمرك من أقدم أحياء اسكندرية. احنا في أصل اسكندرية حي الجمرك جزيرة فاروس، على يمين الصورة البحر الميناء الشرقي وجامع الصيادين وطابة قايتباي وبابور المجاري ونقطة الشرطة، وعلى الشمال طابية القطة أو القضا وفندق 6 أكتوبر ومستشفى العمال وقصر ثقافة الأنفوشي وصواريخ ومطعم صواريخ ومطعم إيلع أسماك والخطابية، وخلفنا السيالة ومسجد المسيري وسيدي نصر الدين والحجار الصغير وسيدي ياقوت والمرسى بالعباس. شمال الصورة في بقى شارع الحجاري والقهوتين سفر باشا ومنطقة راس التين. ايضا المتفرع من الشارع اللي فيه العربيات ده شارع قصر 60، متفرع منه شارع التتويج او شارع محمد كريم. طبعا في طريقه تانية او في استخدام تاني للميه اللي انتوا شفتوها بس مش بالطريقه دي، بيتم توزيعها او بيعها، او في ناس متخصصه غلابه بيجيبوها من البحر ويشيلها على كتفه ويرش بيها المنازل والشوارع والمحلات علشان الحسد والعين. وده طبعا ده راجل غلبان بياخد حاجات بسيطه جدا، تديله 5 جنيه تديله 10 جنيه تديله سندوتش تديله سجاره، بيرش لك المحل بيرش لك البيت بيرش لك الشقه بيرش لك الشارع بيرش لك الفرشه بميه البحر عشان يبعد عنك باذن الله الحسد والعين من على فرشتك من على عيالك من على بيتك كله باذن الله تعالى. اتمنى لا تبخلوا علينا بالاعجاب من اسفل الفيديو. ايه تاني عندك يا عادل؟ بس هو مشكله المجمد في الحلقه، لا ده في مشكله اكبر من المجمد، في سماكين ما عندهمش ضمير. طبعا مش كل السماكين الا ما رحم ربي. السماكين بياخدوا السمك من الحلقه من جوه، بيزايدوا عليه او بيشتروه باي طريقه وبيطلعوا يبيعوه زي ما انتم شايفين كده امام الحلقه للجماهير للي عاوز يشتري. ولكن المصيبه الكبيره بقى لو انت ما عندكش فكره وجيت تشتري وتقول له بس السمكه دي اسمها ايه، هيعرف على طول اللي انت على قدك ولا كده هيظبطك. فلو قلت له ايه ده، لو شاورت على الشكال ده بيبقى بيسموه في اماكن عقارب بيسموه صراصير. الشكال ده نوع كده رديء، طبعا مش رديء، نوع يعني قليل الجودة، شبيه بالجمبري. بيضحكوا على الناس هنا اللي ما عندهمش فكرة او غرب، بيقولوا لهم ده استاكوزا، ولما يدقق شوية في الكلام يقول له استاكوزا بلدي. الشكال ده كان في يوم من الايام كان ب5 جنيه كان ب10 جنيه، دلوقتي مع ارتفاع الاسعار ممكن يبقى ب20 ب30، ولكن ممكن يصطادوا الزبون بتاعهم ويبيعوا له على اساس اللي هو استاكوزا. طبعا الاستاكوزا غاليه جدا، الاستاكوزا بتوصل ل 500 و600، يقول له ده استاكوزا بلدي ويقوم ولا كده اديها له عباسي ويشيلوا الشكال على اساس اللي هي استاكوزا. نفس الطريقه برضو الطباره مع البوري، يضحكوا على الناس ويقول له ده بوري وهي تكون ايه طباره او دباره. صرف النظر عن بقى ان كان البوري ده مزارع ولا بلدي، لا ده في حاجه اسمها شبيه البوري زي السهليه زي الدباره وبيتم الضحك على الناس. احنا موجودين في اجمل واقدم شوارع منطقه الانفوشي، شارع قصر 60 اللي امامكم على يميننا اهو مبنى حي الجمرك، امامنا قصر ثقافه الانفوشي، يمين الطابيه القديمه ومساكن الطابيه السواحل اللي اتصور فيها فيلم رصيف نمره 5، وعلى الشمال توصل لقصر راس التين. الشارع ده تم تغيير اسمه اكتر من مره، في البدايه كان اسمه شارع السلطان سليم الاول، ثم شارع الاميره فريده او الملكه فريده، ثم شارع حاليا قصر راس التين. خدوا مني الكلام واتحاسب عليه باذن الله. 99% من محلات الاسماك التيكاوي والمحلات المشهوره بتجيب الاسماك، شايفين الكراتين دي كلها مجمده. 99% 99 مش عاوز اقول لكم 99.9 من المحلات في اسكندريه المشهوره والكبيره والصغيره والمتوسطه وتحت السلم وفوق السلم، 99% من الاسماك فيها خصوصا الجمبري والصبيط والكاليماري والسافوريا مجمده. زي موضوع الكبده بالذات، اوعى تقول لي اللي انت مثلا هتروح عند سينو ولا ميم في اسكندريه هتاكل كبده بلدي، لا كل الكبده اللي في محلات الكبده في اسكندريه مجمده، ولكن المجمد انواع ودرجات. المجمع في الكبده خصوصا
انواع ودرجات، في انواع ممتازه وفي انواع رديئه. يعني اللي بيتباع في الموقف الجديد رغم ان ريحته تهوس وتهبل وسبحان الله تخليك كده تقول، بس ده انواع رديئه جدا 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 اللي بتتباع في الموقف الجديد ومحطه مصر. الانواع اللي ممكن تكون مميزه شويه اللي بتتباع بقى عند العربي وعند ابو خالد وعند الحرش. المحلات الكبيره دي بتجيب كبده مجمده ولكن درجه ممتازه، وهذا للامانه. دي نوعها ايه السمكيه بس؟ نوعها ايه؟ مرجانة. مرجان غزال. مرجان غزال. ده تشوي زيت وليمون تاكل قلبك العين. زيت وليمون. ده يعملوا كام دول يا حاج دول؟ ولا حاجه. ببلاش برضو؟ مش الكلمه الطيبه صدقه. صح. صلى على النبي. صلى الله عليه وسلم. ماشي. هات 140 جنيه كله. في المرجان ده. بس ده مرجان يا حاج؟ تاني حاج. بسأل بس انا بسأل بس. والجندوفي ده بلدي؟ خلاص يا جماعه انا اسف لكم يا جماعه، انا سيبك يا حبيبي اللي انت عايزه، اصل ده مطارد يا جدعان، مطارد محمد عادل، مطارد ده محمد عادل، بس سيبه بقى الله يهديه. بيصوروا 500 لتر من 5 لتر خد يا حمو، شغالين على ودنه على البحر 150 بيت 155 60 بيت 65 بيت 70 بيت 170